أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. أطلق المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة أطلقوا عليها حملة زيرو غريساج، وذلك في محاولة منهم لدفع الجهات الأمنية بالتحرك أكثر عقب ارتفاع معدلات الجريمة خاصة في الأحياء الشعبية. وطالب هؤلاء النشطاء في تفاعلهم مع هذه الحملة المصالح الأمنية بالرفع من يقظتها أكثر واعتقال عدد كبير من المتربصين واللصوص الذين أصبحوا بمثابة وحوش خطيرة تسير فوق الأرض وتسرق وتعتدي على المواطنين دون شفقة أو رحمة. لنتابع في هذا الصدد تصريحات مجموعة من المواطنين. تعرضت للسرقه الدوليه، زباله ديال الفلوس من القهوه، والدوليه السلعه، والدوليه كرفصوني، وديكلاريت البوليس. ما يعني جاو البوليس، جاو الشرطه العلميه، ما داروا حتى حاجه. جاو طلاو لي الدنيا هنا بداك الغبره ديالهم، وهنا حكا لي زون برانت كذا، ما كاين حتى حاجه لحد الساعه، ما كاين حتى حاجه. ضعت ويوميا كيتكريساو الناس قدام القهوه ديالي، ما نقدرش نهضر لينا هو راه كيتكريساو يوميا. كاين الكريساج في حي البركه يوميا. شحال من خطره تعرضنا للسرقه هنا الدوليه 2000 درهم من جيبي صحه، وركبوا على موطور وهربوا. هاد الايام ثاني لا سمو، جا واحد السيد خرج من الحبس راه دخل ليا للدار، جا هز جوج ناوى معاه، جا كيجري يعني الناس من الدار. درنا معاه محاولات تجرينا عليه وعيطنا للبوليس، ما كاين حتى حاجه. عيطوا الناس معايا، طلبت الناس، عيطوا حتى ما كاين حتى حاجه. كيتكريساو عندنا الناس في هذا الشارع هذا، وفي هذا عندنا بؤر سوداء، عندنا هذا القنت هذا البلاصه هذه. الناس كيمشيو للطرام وكيجيو كيتكريساو دائما. اليوم في الصباح تكريسات واحد بنت جارنا، بنت رجل امن سابق هنا، تكريسات الدوله تقريبا ما يعادل 3000 درهم حاليا الصباح. عاود كاين هذا المكان هذا، هذه البلاصه هذه خطيره حتى هي، جهه القواس كيتدرجوا فيها من 6 الصباح كيكونوا. عينا من عيطوا، عيطنا على البوليس كيجيو فعلا كيديروا اللي عليهم، ولكن خص تعزيزات امنيه كثيره. كاين هذا المقهى اللي قدامكم اللي جات في موقع استراتيجي، مقهى الهزاره هذه معروفه هنايا، تضربات وتحلات وتفرق على الكراج، والدولي ما يعادل واحد 30,000 درهم ديال المبالغ الماليه. فعدد كبير ديال المرات اننا كنلاحظوا ان المراه كتعرض للسرقه، وبعض الاحيان كنا نيت كندخلوا عن الطريق ديالنا، حنا كندخلوا وبمساعده ديال الامن. شحال من مره الامن كيتدخل معنا وكيساعدنا اننا نقضوا اعداد ديال الناس، وان كيكون الاجرام بالاسلحه البيضاء. الأبرياء في العديد من المناطق بالمغرب عاشوا لحظات من الجحيم حينما وجدوا السيوف والسكاكين موضوعة على رقابهم متخلين عن جميع ممتلكاتهم، إلا أن البعض منهم كان ضحية للطعن والضرب. فإلى متى سيظل هؤلاء الوحوش يهددون حياة الآمنين والأبرياء؟ إلى هنا نصل إلى ختام خبر اليوم، دمتم في رعاية الله.